صرنا 3 حلقات مش عم نحكي غير عن لبنان، ولبنان مش عم يحكي غير عن سوريا. خيي زهقنا والمشاهد بكره بيزهق، فقلنا تعال نغير، تعال نشوف شي بلد عربي آخر. وقررنا أنا والشباب إنه نحكي على مصر. والله العظيم بصراحة مش عارفين من وين بدنا نبلش، ففي حدا عنده شي خبر هيك ندردش فيه؟ أقول لك خبر؟ ايه تفضل. بشار الأسد عائد إلى سوريا وسيحكم سوريا. قول عليها مجنون. هي سوريا حديث ساعة ما في شك، بس انه بالنهاية الاعلام المصري يعني اكيد عنده اشياء تانية يهتم فيها. بعدين مصر بعيد كتير عن موضوع سوريا الداخلي، يعني مش كتير حتهتم. كان بلبنان كان في اشياء مشتركة، وكان في ناس من عنا عم تطلع تقتل اطفال من عندهم، يعني في شيء كان في رابط. بينما مصر يعني مصر ما لها علاقة. اللي عمل كده في سوريا اهلها كمان يطلعوا يشتموا فينا وغيره ويقول لك انتوا بتكرهوا سوريا. نحن لا نكره سوريا، نحن نحب سوريا. شفتوا الاعلام الواعي، شفتوا الاعلام المتزن، يعني هيدي رسالة اعلاميين لبنان. هيك الاعلامي بيطلع، هيك الاعلامي بيحكي. ما ترجع بلدك يا اخي، يا اخي ارجع بلدك، ارجع بلدك. يي استاذ نشأت صلي على النبي مشاك. شو في خيي مين مزعلك؟ مصر 100 مليون 110 مليون. انا عندي اقتصاد مركب من ساعة الفراعنة لغاية دلوقتي. اقتصاد مركب من ايام الفراعنه. حوش اقتصاد شو يا استاذ نشأت؟ مش عايز اتكلم. انت الناس الولد اللي قاعد الحقير اللي مش متربي الاخواني الداعشي اللي شويه محلات شاورما، انا اسف ومحدش يزعل مني. لا شو نزعل منك؟ عادي يعني، شوية عنصرية وبدك تشحت السوريين من بلدك ويعني وصفت حدا بالحقير وهيك، بما انك انت اعلامي وقامة اعلامية كبيرة. على الواضح انه في شيء استفزه لاستاذ نشأت يعني، بس بالنهاية الاعلام المصري مش كله هيك يعني. حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. حلو، كلام جميل. هو صح، مثل ما شو اسمه بيحب لك الزلط، والتاني بيلعب لك بالغلط. الناس اللي في سوريا سوريين يعني. استاذ احمد مفيش اقل في كده يعني. اسرائيل احتلت 40 كيلو، مفيش اقل في كده يعني. اللي الناس ما بتعرفوا انه انا شخصيا في عندي سؤال فلسفي عميق، واللي هو ما الرابط بين الاعلامي احمد موسى والاعلامي حسين مرتضى؟ لانه اثنيناتهم احمر من بعض. طمنا عن مصر يا استاذ احمد. شفناه في سوريا امبارح واول كان هيحصل في مصر. عن مصر يا استاذ احمد، يعني شو بدك بسوريا هلا؟ احكيني عن مصر. وخدوا الجولان ومش عارف جبل الشيخ والقنيطره. الجولان وجبل الشيخ والقنيطرة، بعيدا عن انه الاسرائيلي عم ياكل خرا كتير بسوريا، وهذا الشيء مزعج وبيقهر وبيعز علينا هذا الموضوع. بس انتو بتحس يعني بلهجتكم في نوع من الشماتة، يعني هي فكرة انتو مش خيفانين على سوريا كتير يعني. هيك حاسس، انا ما بعرف. بتمنى من المشاهدين يساعدوني اذا كلامي محله. اما بالنسبة للقنيطرة وجبل الشيخ والجولان، هؤلاء سقطوا ايام الرئيس جمال عبد الناصر. هلا بده ينط لي مصري اللي يلا بلشنا، جبت لي شو خص جمال عبد الناصر؟ ما خص جمال عبد الناصر يعني، هو بوقتها بس لما كان عم بيقول سنرمي اسرائيل في البحر. ذكرني بحدا، ايه ما هون قال سنرمي اسرائيل بالبحر، وب6 ساعات اسرائيل طرقتنا بدن النا ولسوريا. والاغرب من هيك قال له اللي انتم مقهورين على سقوطه بشار الكلب، بشار الاسد، يعني هو حيوان بالنهايه. بيو اللي باع القنيطرة سنة 67. واللي ما بيعرف يسأل عن البيان رقم 6 لوزير الدفاع بحرب 67، وزير الدفاع السوري، واللي كان بوقتها حافظ الأسد، واللي تسبب بخلاف بينه وبين وزير الإعلام لما رفض وزير الإعلام يقرأ البيان عن سقوط القنيطرة. مش موضوعنا بالنهاية يعني. شكله أحمد موسى هلا صار عنده انترنت وشاف انه القنيطرة محتل، يعني مش من ال 67 سقطة. مش موضوعنا. وما فيش واحد سوري تظاهر ضد الاحتلال. هيدي معك حق. ليش ما نزلوا عملوا مظاهرة ضد إسرائيل؟ يتعلم المصريين، يتعلم الدولة المصرية كيف تتعامل مع شعبها لما تعمل مظاهرة ضد إسرائيل. بعد الفوتو احنا خدنا اللقطة خلاص. ماشي؟ احنا مش عايزين لقطة. احنا مش عايزين لقطة. خلاص خدنا اللقطة. احنا مش عايزين لقطة. احنا مش عايزين لقطة. احنا عايزين مسيح. يا احمد
مالك بقى؟ يا خراب يا احمد، هتخبي عليا ولا ايه؟ يا دي النيله يا احمد. طب يا استاذ احمد، مش حاسس انك خايف على سوريا اكتر من خايف على مصر؟ يعني مش خايف على مصر بعد اللي شفته؟ سوريا المحتله من اسرائيل، انا بقول لك محتله، في 40 كيلو محتله جيش الاحتلال واخدهم منك، فيش اقل في كده يعني. هذا كله عشان شو يعني؟ عشان الثوره السوريه انتصرت؟ مش حاجه اسمها ثوره سوريه على الاطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. هلا استاذ ابراهيم عيسى عم بيقولوا انه هيدي مش ثوره، بالنهايه هو قامه اعلاميه واكيد عنده وجهه نظر، يعني اكيد عنده وجهه نظر. بيغيروا في مناهج التعليم الان السوري ويحولوه الى مناهج طالبان. لا يمكن ان تكون الحجه اننا قد تخلصنا من حكم الاسد وبشاعه وطاغوت وطغيان حكم الاسد، فيرضى الشعب السوري والدول العربيه بالطغيان الارهابي الطلباني المجنون الداعشي القاعدي، وأن يكون هؤلاء هم سادة سوريا. يلا خلصنا من نشأة الديه وأحمد موسى وإبراهيم عيسى، مين بعد فيه؟ شوفوا النهارده وزارة التربية والتعليم، أستاذ مصطفى ازيك يا فافي؟ في حكومة الجماعة اللي موجودين دول، أنا بسميها حكومة القاعدة، اتكلموا عن تغييرات جذرية في مناهج التعليم السوري. شملت التعديلات إيه؟ مناهج التاريخ والجغرافيا والعلوم والتربية الدينية، حذف مادة التربية الوطنية كاملة. ليه يا عم الحاج؟ قال لك لا، اصل دي بتتكلم بتمجد النظام، بقى التربيه الوطنيه بتمجد النظام. طب يمكن صفحتين ثلاثه شيلهم يا عم الحاج، بس هم مش عايزين تربيه وطنيه، عايزين ما يسمى بالتربيه الاسلاميه. بس لك شيل كل شيء عشان انا بتطلع بوجهه عم بنقط سام، عم بيشرشر سام. شو في؟ جوات الاستديو يا استاذ مصطفى. طبعا انتم مستغربين ليش الاعلام المصري مشرس على السوريين بهذه الطريقه، وعم يحكي بطريقه يعني صراحه سفيهه نوعا ما. ولكن بحب طمنكم انه هذا الشيء مش جديد، هذا الشيء من زمان، وزمان كتير كمان. الجيش السوري بيقتل المدنيين والمعارضه سلميه في سوريا. الله، ومنين تقولوا معارضه سلميه؟ ومن شويه كنت بتقولوا المعارضه المسلحه. هي مسلحه ولا سلميه؟ شغل مخك. المعارضه المسلحه السلميه اللي بتصرف عليها من امريكا ديت ملايين، يعني البنتاجون بذات نفسه اعلن من 6 شهور انه صرف 500 مليون دولار على 3000 معارض سوري. وكان معكم الممثل المشهور احمد، مش بني ادم ابدا ولا 1%، بس المعادله اللي عم بيقولها انه هو 5 مليون على 3000، يعني بيقبض الواحد، كل واحد ياخذ له شي 166,000. وقت التحرير اعداد المقاتلين تخطت 300,000. يعني انت هلا عم تحكي عمي منان جنب سنة مواجه. يعني الجماعة عاملين له شي 40 مليار دولار تقريبا، مش شاطر مات يعني. بس لا، لو هن معهم 40 مليار دولار حبيبي كانت حررت سوريا من 2002، يعني قبل الثورة ب10 سنين. 50 مليار دولار كانوا مش اشتروا الجيش السوري، 2 مليار دولار كان بشار الأسد بيبيع لفته للشيخ حسون وبيترك سوريا. هو يا زلمي في فضايح ب50,000 دولار كبتاجون بقلب القصر الرئاسي بقى 48 مليار دولار. جو تفضل يا استاذ قرموطي، تفضل. اطفال سوريا، الحقوا الموت في سوريا، الحقوا الناس بتموت، المستشفيات، انقذوا سوريا، حلب بتتدمر، يا ربي اوبا قشطه يا خرابي. انا زلمي ساخر وكوميدي وزنخ وتقيل دم، وما بعرف شو بدي ارد عليك. يعني شو بدي ارد على الحقائق؟ بوقتها ردينا عليك بطريقتنا، انه دعينا عليك وقلنا الله يجمعك ويحشرك مع الناس اللي انت عم تنصرهم، ومش حنقول لك الله لا سمح الله يدوقك اللي دقوه اهل حلب باولادهم، لانه اولادك ما خصهم واهلك ما خصهم يعني. بس كل اللي بنقوله انه نحن كشعوب عربيه واعيه ومحبه بتنطر اي لحظه فرح او نصر او نجاح لحتى القلوب ترجع تتآلف. ولكن امثالك وامثال هودي الصف الاعلاميين الحلوين اللي عندكم مش ناويين الا تنكشوا بالجرح وتبينوا الحقد والكراهيه والعنصريه لمصالح مخفيه ما حدا قادر يفهمها. لحد هلا في 1000 تبرير انتوا ليش عم بتكبوا هالسم. طبعا لانكم مش عم تحكوا من باب الخوف والمحبه، كلمة محبة عندكم كذبة، انتوا عم تحكي بس من باب الشماتة والحقد المخبى هون جوا. يعني مثل ما بتقولوا انتوا المصاروي. هو زمن اخبار. يكون هؤلاء هم سادة سوريا.
بئس ما حصل في سوريا وما حدث للشعب السوري. بس رجع استاذ ابراهيم بعد اذنكم، قبل شوي طل وفل كان مستعجل، بس هلا شكله قاعد يعني. اتفضل استاذ ابراهيم. واسفي والمي على الشعب السوري. الشعب السوري حر بطبيعه الحال في ان يستمر في معاناته. طيب شفتوا ما لسه الكلمة الطيبة طالعة والكلمة السيئة طالعة. ايه عم بلا الشعب السوري حر، هذا الحكي لازم ينام. يستمر في يعني وحل الحكم الوحشي، يتبدل وجهه من الوجه البارد اللزج، وجه بشار. بارد ولزج؟ شو بارد شو اللي بارد ولزج؟ عم يشتموا ولا عم يمدحوا؟ اتفضل كفي. الفظ الغليظ او الممثل المدعي الدعي. والشعب السوري حر. بالميم انت عم بتقول المرة الثانية الشعب السوري حر، بس انه انت كأنك يعني نعم حر، لكن مشكلتي انا هي مشكلة الطابور الخامس للارهابيين السوريين اللي بيحكموا سوريا الان، اللي موجود في مصر. بس حدا فهم شيء؟ لا عيد الفيديو، عيد الفيديو. الارهابيين السوريين اللي بيحكموا سوريا الان اللي موجود في مصر. الطابور الخامس اللي عم يحكم مصر من بيحكم سوريا من مصر. هاجم على الحصان بالدولة، هاجم على الدولة بالحصان. والله يعني انا كان بدي اقول لك صلي على النبي، بس تذكرت انه اللي مثلك ما فينا نقول صلوا على النبي. اقرأوا كتابية او سلطانية. سلطانية لا ده سلطانية. لانه اللي مثلك سخيف وسطحي وساذج. عشانك من بعد اذنك اذا ما عندك شيء خيي ما تحكي، واذا عندك جمله مفيده تفضل اطرحها. يرتكبون نفس الخطأ والجرم ويصنعون لنا صحوة دينية أخرى ستقضي على ما بقي من العالم العربي إن استمرت. عشنا وشفنا يا استاذ ابراهيم، مش بعثكم الا الاسلام والمسلمين. مش فاهم ليه يعني. اللهم ادم علينا انه نضل بعصينكم. بس بعد عندك شيء حاب تقوله من الاخر يعني؟ فستقسم المقسم وتجزأ المجزأ. والله يا استاذ ابراهيم، هو اللي ربى بتعمل ربى، واللي لبس بتعمل لبس، واللي علم لابس مقلم.